عندنا قوانين مين؟ قوانين الأس. تمام. قوانين الأس مثلا لو أنا بقول لك أي حاجة أس صفر تساوي كام؟ واحد. يعني مثلا لو جيت قلت لك مثلا 100 أس صفر كام؟ تمام. بواحد. واحد. وأي حاجة أس واحد تساوي مين؟ نفس الحاجة. تمام. يعني مثلا جيت قلت لك 100 أس واحد تقول لي بكام؟ ب 100. نيجي بقى قوانين الضرب. ماشي؟ قانون الضرب. أول حاجة في قانون الضرب دوت، أول شرط لازم أن يكون الأساس متشابه. أساس متساوي. يعني مثلا لو أنا جيت قلت لك س أس 5 ضرب س أس 3، أول حاجة تأكد منها تقول لي إن الأساس زي بعض. في الحالة ديت هاخد واحد منهم وأجمع الأس. 5 زائد 3. يبقى قانون الضرب هو أصلا في الأساس إيه؟ ضرب أسس. هو مش ضرب أس، هو قانون ضرب حاجتين في بعض بس جمع أس. تمام؟ تمام. قانون الجمع او قانون الضرب زي ما تحبوا تسموه، بتختلف طبعا من كتاب لكتاب. س اس 5 ضرب س اس 3، ما دام ليهم نفس الاساس يبقى بجمع الاسس. طب لو جيت مثلا قلت لك س اس 3 ضرب س او ص اس 5، قول لي كام؟ او ص اس 6. هنا تقول لي ما ينفعش. هيبقى ما ينفعش ليه؟ عشان الاساسات مختلفه. صاد. انا قريتها سين. تمام. يبقى الصاد ما دام هما الاثنين مش ليهم نفس الاساس يبقى ما ينفعش استخدم هنا قانون مين؟ قانون الضرب. تمام. تاني قانون معانا هو قانون مين؟ الاسم. قانون اسمة ايه؟ اسمة حاجتين على بعض، اللي هو قانون الطرح في الاساسيه. تمام. لازم برضه اتاكد ان الاساس متساوي. لازم اتاكد ان لهم نفس الاساس. لو جيت مثلا قلت لك س اس 8 على س اس 4، في الحاله دي تقول لي والله ليهم نفس الاساس، فانا هاخد واحد منهم وهطرح الاسس. هطرح الاس اللي فوق ناقص الاس اللي تحت، فتبقى س اس 4. جيت مثلا قلت لك س اس سالب 3 على س اس 4 مثلا، قلت له والله ليهم نفس الاساس، فانا هطرح الاسس. الاس اللي فوق ناقص الاس اللي تحت، يبقى س اس كام؟ سالب 7. تمام. مين مش فاهم؟ تمام. تمام. في قانون تاني اسمه قانون توزيع مين؟ قانون توزيع القسمة او توزيع الضرب. لو انا عندي مجموعة حاجات كده، يعني مثلا الف ج د س ص، تمام، شوية حاجات كده جوه قوس كلهم مضروبين في بعض، ما بينهم كلهم عملية ضرب، مش عملية جمع او طرح، هي عملية ضرب وعليهم اس. اس دوت بيتوزع عليهم كلهم. ممكن اكتبه الف اس 5 ج اس 5 د اس 5 س اس 5 ص اس 5. يبقى انا لو عندي مجموعه حاجات جوه قوس وكلهم عليهم اس، ممكن اوزع الاس دوت عليهم كلهم. اللي هم في حاله مين؟ في حاله ان كلهم مضروبين. فاهمين مش فاهم؟ تمام. تمام. عايزين قانون توزيع القسمه، نفس الفكره بالظبط. توزيع القسمه. لو انا عندي شو حاجتين مثلا مقسومين على بعض مثلا كده، س على ص مثلا. ماشي. س على ص تربيع مثلا. ماشي. مم. والكل اس.
ما دام هم شويه حاجات مقسومين على بعض جوه قوس وعليهم اس، يبقى وزع عليهم الاس ده. فيبقى س اس 3 على تمام. ص اس 6. 6 دي جت تمام. الاثنين في 3. اه، 2 في 3. فاهمين مش فاهمني؟ لا، فاهم. فاهمين مش فاهم؟ تمام. تعال نشوف حاجه كمان. قال لك في عندنا برضو كمان قانون اسمه قانون انا بسميه اس الاس. ارنبنا في منور انور نفس الفكره. اس الاس نعمل فيه ايه؟ لو انا مثلا جيت قلت لك س اس 5 الكل اس 3، في الحاله دي بضرب الاس الخارجي في الاس الداخلي، ما بجمعش، بضرب. ها. تمام. يبقى ده قانون الاس الاس بيقول لك ايه؟ لو عندي اسين بضرب الاس الداخلي في الاس الخارجي. تمام. حلو قوي. حد فاكر قوانين تانية غير الحاجات ديت؟ انا مش فاكر. حد مثلا في قانون في دماغه اقوله؟ عارف. اعتقد كده القوانين كلها خلصت. تمام. ولو حاجه ظهرت قدامنا واحنا شغالين هبقى اقول لكم عليها، انما انا مش فاكر دول للاسف، لان هم دول اصلا الدرس يعني. تمام. نيجي بقى الليفل تمام. الوحش بقى، واللي يهمنا واللي احنا نجيب. قوانين مين؟ اللوغاريتم. قوانين اللوغاريتم يا عم. اللوغاريتم. اللوغاريتم كده مكتوبه صح يا جدعان ولا ايه؟ اللوغاريتم. اه. ريتم. صح. تمام. اللوغاريتم. قوانين اللوغاريتم يا عم. اول قانون عندنا، لو انا جيت قلت لك لوغاريتم الف للاساس واحد، لوغاريتم واحد للاساس الف، تقول لي الناتج بصفر. ليه؟ عشان الف اس صفر واحد. اه، تمام. تمام. الف اس صفر واحد. ثاني قانون معانا وبرضه مهم. لو جيت قلت لك اللوغاريتم الف للاساس الف، تقول لي بواحد. ليه؟ عشان الف اس واحد بألف. مم. فاهم مش فاهم؟ يعني القص بيبقى الناتج اللي بره. الاس ناتج اللي بره اكيد. تمام. ثانيه واحده ارد على مكالمه بس. ها، سامعني؟ سامعني؟ تمام. اه. قانون مهم رقم 3. لو انا بقول لك لوغاريتم الف س اس ن مثلا، ممكن اكتبها، انزل النون ديت قدام اللوغاريتم، تبقى نون لوغاريتم س للاساس الف. مثال، لك مثلا لوغاريتم الف لس اس 3 مثلا، ممكن تقول لي هي عباره عن 3 لوغاريتم الف س، او لوغاريتم س للاساس الف. تمام. تمام. ده اهم قانون هتستخدمه عند اكتر قانون هتستخدمه. مهم جدا وتافه جدا ملوش اي لازمه. ماشي.
القانون اللي بعد ماشي. كده بتاع الجمع والطرح. لو انا عندي اتنين لوغاريتم، لو انا عندي اتنين لوغاريتم ليهم نفس الاساس ومجموعين على بعض، ليهم نفس الاساس ومجموعين على بعض، يعني هنا الاساس الف وهنا الاساس الف، فانا ممكن اخد لوغاريتم واحد فيهم واضرب السين في الصاد. تمام. يبقى انا دلوقتي لو عندي اتنين لوغاريتم ليهم نفس الاساس، اخد لوغاريتم واحد فيهم واضرب السين في الصاد. لو جيت مثلا اديتك مثال على الكلام دوت وقلت لك مثلا لوغاريتم ه س زائد الصاد زائد لوغاريتم ه لصاد تربيع، فانت تقول لي والله الاثنين ليهم نفس الاساس اللي هو ه، هاخد واحد فيهم واضرب الاثنين دول في بعض، فيبقى صاد تربيع مضروبه في مين؟ في س زائد الصاد. مش فاهم. تمام. القانون الثاني قال لك لو لقيت اتنين لوغاريتم ليهم نفس الاساس بس مطروحين من بعض، مطروحين من بعض، في الحاله ديت هاخد لوغاريتم واحد فيهم واقسم الاول هقسمه على الثاني، والعكس صحيح. يعني انا لو جبت لك اتنين لوغاريتم، لو جبت لك لوغاريتم الف حاجتين مضروبين في بعض ممكن تفكهم لي كده. تمام. لو جبت لك تمام. لوغاريتم حاجتين مقسومين على بعض ممكن تفكهم لي كده. ده في مسائل ما بتتحلش الا كده اصلا، لازم أن تحلها كده. يعني جايب لك حاجتين مضروبين في بعض الاشتقاق بتاعهم هيكون صعب، فاعمل ايه؟ هفكهم اتنين لوغاريتم مجموعين، يبقى كده الاشتقاق انا طلعت كده من فكره ان انا اضرب دالتين في بعض ومشتق الضرب دالتين. فالقوانين دي مهمه جدا تمام. تمام. وهتستخدمها كتير. تمام. ايه تاني؟ لو انا مثلا عندي لوغاريتم، القانون ده مهم جدا بقى يا جدعان وهيجي عليه مساله في الامتحان ولازم أنا اجيبها وهتتحط، يعني هتتحط. لو جيت قلت لك لوغاريتم س للاساس ص، او س للاساس ص، فانا ممكن اي شكل دوت ممكن افكهم اتنين لوغاريتم الاساس مشترك، يعني ممكن افكهم للوغاريتم ا لس مقسوم على لوغاريتم ا لص. يبقى انا لو اه. عندي لوغاريتم س للاساس ص ممكن افكهم اتنين لوغاريتم واحط لهم اي اساس انا احبه، الف بقى ب ك 2 3 5 زي اللي يجي في دماغك حطه، بس حط لهم اساس أنا متشابه. بفرض من عندي. أنا بعمل بفرض من عندي. اه انت بس فكهم لي اتنين لوغاريتم. آه. تمام، يبقى ممكن لوغاريتم واحد افكه اتنين لوغاريتم. قانون تاني برضو مهم قوي، قانون تاني مهم قوي 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 كمان. لو انا جيت قلت لك ايه، لو انا جيت زي ما انا قلت لك، لو مثلا قلت لك ه لوغاريتم ه لس، قلت لك لو تساوى الاساس بتاع الداله الاسيه والاساس بتاع الداله اللوغاريتميه الاثنين بياخدوا بعض ويبقى لك مين؟ س. سي. مش فاهم. زي الألف فوق. نفس الفكره. مم. تمام. قانون مهم قوي بقى. لو جبت لك اتنين لوغاريتم كده قلت لك لوغاريتم س للاساس ه مضروب في لوغاريتم ه للاساس س، الكلام ده بيساوي واحد، هتقول لي ازاي؟ اقول لك تعالى نستخدم قاعده حلوه قوي. قلت لك لو انت عندك لوغاريتم بالشكل دوت ممكن تفكه لي اتنين لوغاريتم بس ليهم نفس الاساس، مثلا لوغاريتم ا لس مقسوم على مم. لوغاريتم ا له، صح؟ مضروب في لوغاريتم ا له على لوغاريتم ا لس، صح؟ اللي انت ملاحظه تمام. ده راح مع ده وده راح مع ده، اللي بقى لك كام؟ تمام. تمام فهمت كده. مين مش فاهم؟ أنا مفهوم يا فاهم. رب. واضحه مع الكل؟ يا سلامه، انت اللي كنت بتسال على الكلام ده فاهم. تمام يا هندسة تمام. تمام. في بقى حاجه مهمه جدا، دي حاجه كده مهمه، قال لك في حاجه اسمها عدد طبيعي، مم. او بنسميها عندنا عدد نيبيري، او بنسميها عندنا عدد غير نسبي. دوت كله بنرمز له بحاجه اسمها ه. يبقى اله هو العدد الطبيعي، هو العدد النيبيري، هو عدد غير نسبي، وده عدد، العدد ده بيساوي كام؟ 2.715
5 8 الى ما لا نهايه. العدد دوت غير نهائي، عشان كده بنسميه غير نسبي. كلمه غير نسبي، عندك عددين مهمين قوي غير نسبيين عندك، الباي والهي. بنسميهم عدد طبيعي او عدد نيبيري او عدد غير نسبي. كلمه غير نسبي يعني هم مش بينتهوا. لو انت جيت كتبت على الاله الحاسبه كده ه، هتلاقي مكتوب عندك في الاله الحاسبه اي. الاله الحاسبه دي بنسميها اي. اه فالاي دوت انت لو جيت تجيب قيمته هتلاقي قيمه غير نسبيه او غير منتهيه ملهاش نهايه. فاحنا بنكتفي بس باول 4 ارقام بعد العلامه. وفي الاعداد بتاعتنا في المسائل بتاعتنا احنا ما بنكتبش قيمه اله، احنا بنكتبها وهو بيكون حاطط لك الاجابات بدلاله اله، ما بنجيبش قيمتها خالص في الحسبه. ماشي. تمام. فاحنا مثلا دلوقتي بقى عندنا مثلا داله اسيه اسها طبيعي هي اس س، وفي داله اسيه او داله لوغاريتميه الاساس بتاعها طبيعي. فدوت بنسميه لوغاريتم ه ر س. لوغاريتم س للاساس ه، دي بنسميها ه ل س، هي اس س. فدوت بنسميه ايه؟ لوغاريتم. لوغاريتم او وداله طب اسيه لمين؟ العدد الطبيعي او العدد النيبيري او العدد الغير نسبي اللي اسمه ايه. ودوت اللي احنا هنشتغل بيه في المنهج بتاعنا. يعني قليل الاول لما اجي اقول لك مثلا هات لي لوغاريتم 2 او لوغاريتم 3، لا هتلاقيني دايما بقول لك لوغاريتم ه. اشتق لي لوغاريتم ه. هات لي مشتقة ه اس س كده. هتلاقيني بتعامل معاك بالشكل ده. تمام. تمام. ده يبقى المنهج بتاعنا، يبقى اله هو العدد الطبيعي واحنا هنبدا نشتغل. القيمه طبعا بتاعت اله زي ما احنا قلنا هي اكبر من الاثنين واقل من كام؟ من الثلاثه. قلنا اللي هي 2.7158 الى ما لا نهايه. فهي في كل الاحوال هتكون مين؟ اقل من الثلاثه واكبر من الاثنين، صح كده؟ صح. تمام. مش هخش طبعا معاك في حل الدول الاسيه ولا حل الدول اللوغاريتميه، المعادلات عليهم غالبا مش هتحتاجهم. انا بقول كفايه كده النهارده، الحصه ده كده انا زهقت بامانه. تمام. طب هو احنا كده واجب. هديك واجب طبعا، بس انا هبعته لك بقى وانت تبقى ايه تحله، عشان مش هتلاقي عندك في الكتاب. تمام. يا شباب هبعت لك صفحه واجب تحلها. خلاص مش تمام. صفحه حتى، يا ده مش صفحه، ده هو شويه مسائل كده. مش صفحه حتى. هو كده الدرس خلص ولا في تكملة بعدين؟ يعني الدرس ده. تكمله. انا لسه انت سمعت كلمه اشتقاق في اللي احنا قلناه كله؟ لا. احنا لسه ما خلصناه. طب تعالى كده اما اقول لكم مشتقه الدول الاستاذ عشان اعرف اديكم واجب، عشان كده مش هيبقى في واجب. تمام. ماشي، هقول لكم مشتقه الداله الاسيه. مشتقه الداله الاسيه. تمام. عندك نوعين من الداله الاسيه. لا اجي اقول لك داله س هي اس العدد طبيعي. لا اجي اقول لك داله س هي عباره عن اي رقم اس س. صح. صح. المشتقه بتاعت ديت عايزك تحفظ معايا. المشتقه بتاعت الدال شرطه س هي الداله نفسها، نفس الداله بالظبط، وهضرب في تفاضل الاس اللي هو بواحد. يبقى مشتقه الداله الاسيه الداله نفسها في تفاضل الاس. مشتقه تمام. الداله الاسيه الداله نفسها نفس الداله بالظبط بنفس كل حاجه فيها، بس بضرب بره في تفاضل الاس. تمام. تمام. طب مشتقه برضو اللي هي الالف اس س، ما هي داله اسيه. اي داله اسيه المشتقه بتاعتها مين؟ نفس الداله في امم. تفاضل الاس اللي هو بواحد، بس بنزود عليها مين؟ بنزود عليها لوغاريتم. لوغاريتم ه للاساس الف، او لوغاريتم الف للاساس ه. تاني معلش تاني. بعد ما بخلص لو انا كان الاساس الاس بتاعي، قصدي الاساس بتاعي مش العدد الطبيعي، يبقى لازم بزود لوغاريتم الف للاساس ه، لوغاريتم الرقم للاساس ه. يعني مثلا جيت قلت لك عندي داله س مثلا هي مثلا عباره عن 2 س تربيع زائد 3 س زائد 5. قلت لك اوجد المشتقه. هتيجي تقول تمام. لي المشتقه هي عباره دي داله اسيه، فهتبقى الداله نفسها نفس كل حاجه فيها، بس هضرب بره في مين؟
تفاضل الأس اللي هو كام؟ 2 س زائد 3 2 صح؟ س 3 اه. وكمان هنا الأساس بتاعك مش العدد الطبيعي، مش اللي هو اله، فلازم أضرب في لوغاريتم 2 للأساس هنا. تمام تمام مفيش مانع. ماشي. تمام. طبعا هنا بقى هسألك في كل حاجة، هجيب لك دالة ضمنية وهجيب لك دالة بارامترية وهسألك في مشتقات عليا وهجيب لك دوال مثلثية، كل اللي انت خدته انت مطالب بيه هنا، هسألك فيه هنا عادي. مثال تمام على الكلام ده، اجي مثلا اجي اقول لك عندي دالة س هي عبارة عن مين؟ هي عبارة عن آه، ه أس جتا س مثلا زائد 3 أس سالب 2 س. نعمل إيه؟ هبدأ أقول إن المشتقة هي عبارة عن إيه يا جدعان؟ دي دالة أسية فهتبقى الدالة نفسها صح؟ في تمام تفاضل اه. الأس اللي هو سالب جاسي، ها، مشتقة تمام. دي هتبقى الدالة نفسها اللي هي 3 أس سالب 2 س، وهضرب في تفاضل الأس اللي هو سالب 2، بس دوت منه مش عدد طبيعي فلازم اضرب في لوغاريتم 3 للاساس مين؟ عدد أساسي. اساس 2 مش في تمام مفهوم. تمام هندسة فاهم. حلو قوي. لو انا مثلا جيت قلت لك ما هسالك في كل حاجه، كده بقى بدايه اللعب، بدايه اللعب اشتغلت اهي يا رجاله، كده تمام بدايه اللعب اشتغلت اهي. اجي مثلا اجي اقول لك الصاد هي عباره عن ه اس س مقسوم على مين؟ على س تربيع زائد 2. هتشتغل هنا ايه؟ قاعده ايه دي؟ اسم. لما اجي بالصاد شرطه هتكون عباره عن مين؟ س تربيع زائد 2 كل تربيع. اضرب هنا س تربيع زائد 2 اللي هو المقام في تفاضل البسط، تفاضل اله اس س هتبقى الداله نفسها، تفاضل الاس اللي هو بواحد صح، اه اه. تمام. ناقص البسط اللي هو ه اس س، تفاضل المقام اللي هو كام؟ 2 س. ظبط لي الشكل يا هندسه. هعمل ايه؟ هاخد اله اس س كعامل مشترك، واخد بالك؟ اه فاللي يتبقى لك س تربيع زائد 2 ناقص 2 س، ده كله كده مقسوم على مين؟ ستة أربعين زائد تيجي تدور في الاختيارات ما تلاقيش الكلام اللي انت بتتكلم فيه ده، طب اعمل ايه؟ هتلاقيه كاتب لك مظبوط كده. المقام. لا مش هتلاقي يعني هتلاقي ده كده الناتج ده كده صح، بس مش هتلاقي في الاختيارات، هتلاقي كاتب لك الاختيارات كده بالظبط. صاد مضروبه في س تربيع ناقص 2 س زائد 2 مقسوم على س تربيع زائد 2، بس ده موجوده كده في الاختيارات. هو عمل ايه؟ شال اله اس س مع واحده من ديت اللي هي اصلا مين؟ اللي هي اصلا الصاد. أيوه مم. ده بدايه اللعبه يا جدعان، اه ده انتوا هتتصفروا، فهمت اه. ده انتوا هتتصفروا. أيوه. فهمت. تمام. مثال كمان، الراجل تمام. مثلا بيقول لك ص بتساوي 3 س ناقص الواحد مضروبه في مين؟ مضروبه في ه اس ظ س. قاعده دي ديت يا هندسه، دي قاعده ايه؟ ضرب درجتين. قاعده ضرب. يبقى 16 شرطه هتبقى الداله الاولى اللي هي 3 س ناقص الواحد مضروبه في تفاضل الداله الثانيه اللي هي داله ايه؟ اسيه. بس. الداله نفسها زي ما هي بالظبط، بس لازم اضرب في تفاضل الاس هو ق تربيع س زائد صح. الداله الثانيه اللي هي اس ظ س مضروبه في مين؟ تفاضل الداله الاولى اللي هو ثلاثة. 3. ما تسيبهاليش كده، ما ينفعش تسيبها لي كده، خد اللي هي اس ظ س مشترك. بالك مين؟ 3 س ناقص الواحد مضروبه في القا تربيع س صح، مجموع عليها الثلاثه. عملت ايه؟ خدت اللي هي اس ظ س كعامل مشترك، انزل لي دوت زي ما هو وانزل لي الثلاثه. مش فاهم؟ هما. واضحه كده ولا فاهم إيه؟ أنا. مم. اه. طب انا مثلا جيت اداك مثال شبه ده كده، عايز راجل جدع بيفهم فهمان، ربنا يبارك له اللي هيجاوب على السؤال ده والله. بس كنت بنقل. مين اللي يجيب لي هنا الدال صاد على الدال سي؟ وما تتكلمش، ارفع ايدك او قول لي انا هقول عشان اقول لك اقول ولا ما تقولش. هقول ماشي.
تمام ماشي، ممكن اقول قول. قول يا سلام، ماشي. اول واحد ده هيكون بصفر. وهي ليه؟ عشان ديت مش داله عشان اساسيه. مفيش اصلا، مفيش الداله متغير هنا. الاساسيه، بص، قانون شرط كده، الداله الاساسيه ده شرط يا رجاله، عشان هنحتاج الشرط دوت في التكامل. الداله الاساسيه لازم أن يكون الاساس معلوم والاس مجهول. يعني لما اجي اقول لك مثلا هي اس س، الاساس هي انا عارف قيمته اللي هو 2.7158. السين ده مجهول، فلازم أن يكون الاساس معلوم والاس مجهول عشان اقول عليها داله اسيه. لو ما تحققش الشرطين دول تبقى ديت مش داله اسيه. شبه مين؟ شبه الهي اس 3، الاساس معلوم والاس معلوم، فدوت كده بالنسبه لي رقم، فيبقى مشتقته صفر. مم. طب بص كده، الباي اس ق، الاساس معلوم يعني اللي هو الباي، وال... والاس والاس مجهول، مجهول اللي هو ق. فدي كده يبقى بالنسبه لي اشتقاق داله اسيه. عادي. بعمل ايه؟ بقول والله هتبقى يا باي اس ق الداله نفسها، واضرب في تفاضل مين؟ تفاضل الاس اللي هو اه ق س ظ س. خلاص. بس كمان الباي ديت مش ه، فلازم اضرب في لوغاريتم باي للاساس ه. مش فاهم. بس مش المفروض ان باي دي اصلا عدد غير نسبي زي اله؟ بس مش ه. ايوه ماشي تمام. هم شبه بعض اللي هم عدد غير نسبي، بس دي مش ه. ما ينفعش اشيل ديت، ما ينفعش اشيل ديت كده اقول لك دي بواحد، هل ينفع دي تساوي واحد؟ عمرها ما تساوي واحد. صح ولا ايه؟ تمام. تمام. واضح يا شباب؟ واضح. فاحنا كده واضح. فاحنا كده خلصنا تفاضل الداله الاسيه. انت مش محتاج اكتر من كده. ما هتعمل ايه بقى؟ هسالك بقى، اجيب لك قوس واقول لك كامله، اقول لك فاضله، اجيب لك ضربتين، ضرب دالتين، تمام، اجيب لك اشتقاق ضمني، اجيب لك اشتقاق بارامتري، اجيب لك مشتقات عليا، مرجحك بقى وانت تمرجح اتبسط. تمام. تمام، فانبسط معايا بقى كده وهات الواجب عشان ننبسط كلنا. عندك المشتقه الاولى اللي هي تمارين رقم 7، بالسبعه بقى عندك تمارين رقم 3 باين. ايوه. صح كده؟ تمارين رقم 3. اه. ماشي. تمام، هتاخد لي سؤال مم. واحد كامل، سؤال اتنين كامل، سؤال ثلاثه كامل. بعدها على الجروب بقى. تمام. واحد، عارف اثنين، بس معايا عشان ثلاثة. مش معايا الكتاب الجديد ها؟ سؤال معانا. أربعة. سؤال أربعة المسائل اللي على الشمال. على الشمال، تمام. سؤال خمسة المسائل اللي على الشمال. لا بس سؤال خمسة ما خدناهوش، يبقى أنت آخرك سؤال أربعة. ماشي تمام. هندسة. سؤال يعني من وقت سؤال واحد لحد 12 في سؤال أربعة. اه تمام. سؤال خمسة هتلاقي عندك دولة لوغاريتمية لسه احنا ما خدناش، هناخدها الحصة الجاية إن شاء الله. ماشي. تمام. ماشي يا شباب؟ ابعت لنا بس تمام. الواجب هندسة. هقول لك حاضر. خلاص ماشي. طبعا لو أنت فاتك حاجة في الشرح أو حاجة مش فاهمها هتلاقي طبعا الفيديو إن شاء الله نزله لك على اليوتيوب دلوقتي. ويا ريت صحابك اللي هم نفسهم يجربوا معانا لو هم مش عايزين يخشوا حصة، لينك الجروب. ولازم لازم يا رجالة العدد يكتر شوية، عشان كده مش نافع خالص، مش عارفين نشتغل احنا كده. تمام. لازم العدد يكتر شويه، اشتغلوا. انتوا مش المفروض تسوقوا لي؟ سوقوا لي، انتوا مش مستفيدين مني ولا انتوا مش مستفيدين ولا ايه؟ ما والله سوقت لك يا هندسة، بس هو الفكرة إن هو لسه يعني ما وصلش، فهو بيحاول يشوف الفيديو كده. ماشي بقى، وقت ده ما يجي انا بتكلم عن الناس اللي هي في ثالثه ثانوي. ايه يا رجاله، كلهم كل المدرسين الرياضه بقوا حلوين دلوقتي ولا ايه؟ مشكلة فاهم؟ عندنا فاهم؟ ميتين خالص. عندنا ميتين خالص في موضوع الرياضة ده، كلهم علم علوم. ماشي، هتلاقي اكيد معاك خمسه سته علم رياضه مش عارف ايه يخشوا. انتوا معلش يعني انا اسالكم سؤال، هي ال 170 جنيه اللي انتوا بتدفعوهم دول فلوس؟ لا. لا. فلوس. انا في ناس بتخش معايا هم بيدفعوا مبالغ محترمه عشان ياخد معايا حصه ساعه. ده بجد، خلي بالك مش هزار. بتوصل لارقام انت ممكن ما تتخيلهاش، عشان بس يقعد معايا ساعه اشرح له حاجه. فظبطوا الدنيا شويه في التسويق، عشان كده المجموعه لو احنا تنها تستمرنا كده لحد شهر 10 بنفس العدد كده هتبقى مشكله كبيره. كده مم. مش هتشجع ان انا اكمل معاكم خالص خالص يعني.
تمام. وزي ما احنا قلنا يا رجاله، مواعيدنا بعد كده ثابته، ثلاث وجمعه الساعه 7:30، عشان مش كل شويه نقعد نسال على المواعيد وكلام من ده. ثلاث وجمعه الساعه 7:30، تمام. مواعيدنا تمام. ثابته. ثلاث وجمعه الساعه 7:30، وهكتبها لكم برضه على الجروب. يا ريت الناس اللي ما تمام. امتحنتش النهارده، بكره ان شاء الله افتح لكم اللينك من الساعه، افتح لكم من الساعه 6 كده لحد الساعه 10، اللي مناسب معايا يبقى يمتحن بقى. ماشي. تمام. تمام رجاله. تمام يا تمام. هندسة. والواجب يا رجاله قبل الحصه يوم الاثنين يكون مبعوث، عشان ما يكونش في ساعات ما بيننا. مشكلتكم تمام. اللي انتوا بعاد عني، مش عارف عثمان عارف، عثمان كان بياخد معايا في ثالثه اعدادي وعارف انا بعمل ايه. والله يا عثمان، ايش كان بيخش أيوه. ايش كان بيخش باب الدرس لما يكون الواجب بتاعه خلصان. انا ما عنديش مشكله ان انت تجي لي باسئله انا مش عارفها، كده انا احبك. انما تيجي تقول لي ما حلتش الواجب، دي مشكله. تمام. 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 وابعت لكم ان شاء الله السبوره والحاجه دلوقتي كلها، بس ايه، اروقها كده وابعت لكم ان شاء الله يا شباب. تمام يا هندسة. تمام. بعتها ان شاء الله يوم الثلاث. تمام. مع السلامه. السلام.